حرب روسيا وأوكرانيا حرب لم تنتهي بعد. طب هي ازاي بدأت أصلاً؟ خليني أقول. في يوم وليلة الاتحاد الروسي قرر بدون مقدمات شن حرب على أوكرانيا في 24 فبراير 2022 بعد ما عدى 8 سنين على ضم شبه جزيرة القرم، وهو ضم غير شرعي وبداية النزاع في شرق أوكرانيا. وقررت فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي من أول يوم من النزاع مساندة أوكرانيا والشعب الأوكراني. كانت الحرب في أوكرانيا أكبر أزمات سنة 2022. عاش العالم أسابيع طويلة من التوتر والتصريحات والتكهنات وسيل من التقارير الاستخباراتية انتهت مع بداية أكبر حرب على الأرض الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. ابتدت بحشد عسكري روسي واسع في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا في 21 فبراير تبع دخول القوات الروسية إقليم دونباس من الشرق. ثم أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إجراء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير لتتوالى بعدها محطات الحرب اللي وضعت العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية طبقاً لتعبير الأمين العام للأمم المتحدة. وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا بعد أشهر من حبس الأنفاس وتوقعات مختلفة بخصوص اقتحام روسي محتمل لأوكرانيا. كان تاريخ 24 فبراير تاريخ حاسم لما أعلن بوتين عن بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقال إنه بيستهدف نزع السلاح من أوكرانيا. تمكنت القوات الروسية في البداية من السيطرة على نطاقات واسعة من مقاطعة خيرسون الاستراتيجية الواقعة جنوبي أوكرانيا، وبدأ الجيش الروسي من 26 فبراير يوسع نطاق هجماته في أوكرانيا على الاتجاهات كلها بعد صدور أوامر عليا. في اليوم نفسه أعلن الاتحاد الأوروبي في خطوة غير مسبوقة عن الشروع في شراء أسلحة لتسليمها لأوكرانيا. كمان بدأ في فرض عقوبات على موسكو تصاعدت حدتها لغاية نهاية السنة بحزم متتالية من العقوبات. وقبل نهاية شهر فبراير وتحديدا في يوم 28 دخلت روسيا وأوكرانيا في مفاوضات وحط كل من الطرفين شروط وحددوا سلسلة من الأولويات، لكنها تعثرت بعدها وما وصلتش لتجميد الصراع. وفضلت القضية تكبر وبقت حرب وحديث العالم الأخضر. وفضلت القوات الروسية تتقدم وسيطرت على مدن أوكرانية مهمة زي خاركيف في شمال شرق أوكرانيا، مع محاولة أوكرانيا وقتها أنها تنضم للاتحاد الأوروبي. والقوات الروسية قدرت توصل لمنطقة كيف لكنها بعد كده انسحبت. أقر حلف الناتو قبلها تسليح أوكرانيا للتصدي لتهديدات بهجمات كيميائية أو نووية. ووجهت أوكرانيا ضربة صاروخية على سفينة حربية روسية في البحر الأسود أدت لغرقها. وكان الروس بيكملوا محاولات السيطرة على منطقة ماريبول جنوب شرق أوكرانيا لأهميتها الاستراتيجية واللي قدرت بعدين إنها تسيطر عليها. اتدهورت حالة أوكرانيا وكتبت الصحف إن تقريبا 200 مواطن بيموت يوميا بسبب الحرب. فقررت الولايات المتحدة تواصل دعمها وبعتت أنظمة صاروخية لأوكرانيا، وهدد الرئيس السوري بضرب مناطق جديدة لو أمريكا بعتت لكيف صواريخ بعيدة المدى. بعديها أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش واحد من أشهر تحذيراته لما قال إن العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة من الإبادة النووية. وروسيا زودت قوتها بنسبة 10% ومشيت الحرب بين تقدم قوات وانسحاب قوات لحد يومنا ده. وكانت آخر التحديثات إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن العثور على آثار متفجرات على سفينة أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف في روسيا لتحميل الحبوب. وأضاف جهاز الأمن إن السفينة وقفت في ميناء كيليا الأوكراني في مايو اللي فات وممكن يكون تم استخدامها عشان توصل متفجرات لأوكرانيا. أشار جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن السفينة غيرت اسمها وهي في ميناء توزلا التركي الشهر ده واستبدلت طاقمها اللي كان متكون من 12 أوكراني. وقال كمان إن الملابسات دي بتوضح احتمال استخدام السفينة الأجنبية المدنية لإيصال متفجرات لأرض أوكرانية. وأضاف إن السفينة اللي لم يعلن عن اسمها خضعت للتفتيش في مضيق كريتش ومنعت من مواصلة رحلتها وغادرت بعدها المياه الإقليمية الروسية. عشان كده أصدر جهاز الأمن الروسي بيان لمنع الأعمال الإرهابية والتخريبية وضمان سلامة الملاحة. والأمن الفيدرالي الروسي شغال على تطبيق جملة من إجراءات المراقبة ومعاينة السفن اللي بتمر من مضيق كريتش. ووضح البيان إن في 22 يوليو تم العثور على آثار متفجرات ثنائي نيترولين وتيتريل في سفينة شحن أجنبية كانت في طريقها من تركيا لميناء روستوف لشحن الحبوب. وإنهم كمان لقوا أدلة بتأكد وجود تدخل لتغيير تصميم بعض الأجزاء بهيكل سفينة الشحن. وأكد الأمن الفيدرالي الروسي إنه قرر منع عبور السفينة مضيق كريتش لإتاحة إبحارها إلى خارج المياه الروسية في الفترة الجاية. وده بيجي بعد أسبوع من انسحاب روسيا من اتفاق أتاح لأوكرانيا تصدير الحبوب من موائنها على البحر الأسود مع خضوع السفن لتفتيش أمني. وفي النهاية تفتكروا إيه اللي هيحصل بينهم قريب؟ وممكن إمتى تنتهي الحرب دي؟